أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأيا والمسهل بأهم وأبرز العناوين. سمينار ضريبي في مدينة أفعبت. سكان دربوشيت يؤكدون على العمل لتطوير الخدمات الصحية. تدريب مهني للشباب في فورتو ساوا. الرئيس الأفغاني يعلن وقفا لإطلاق النار مع طالبان. ترامب قد يدعو كيم لزيارة البيت الأبيض. والأرجنتين تقترض 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. مرحبا بكم. عقد سمينار لأصحاب المؤسسات التجارية في مدينة أفعبت حول أهمية الضرائب وتوظيفها. وأوضح مسؤول التجارة والصناعة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تولى مدين زرقوم أن الأموال التي يتم تحصيلها عبر الضرائب تخصص لإرساء الخدمات الاجتماعية، حيث تعود منفعتها إلى الشعب، داعيا أصحاب الرخص التجارية لدفع المستحقات الضريبية في أوانها. وبعد أن أشار إلى المساءلة التي تتسبب عن عدم دفع الضريبة، أوضح السيد تولى مدين زرقوم بأن المؤسسة التجارية التي تتوقف عن العمل عليها إلقاء نشاط الرخصة. وقد شارك في السمينار أكثر من 200 من أصحاب المتاجر. قال سكان دربوشيت بمديرية دهلك إن الخدمات الاجتماعية التي أرسيت لهم خلقت لهم الارتياح في حياتهم عامة وضمان صحة المرأة بصفة خاصة. وأوضح سكان أن الجهود التي تبذل لإيصال الخدمات إلى المناطق النائية عبر إحلال العدالة الاجتماعية تحدث تغييرا إيجابيا في حياتهم اليومية. وأشارت النسوة بالقرية إلى ارتقاء وعيهن الصحي نتيجة حملات التوعية الصحية المستمرة، حيث يؤمن بمتابعة أوضاعهن الصحية المتواصلة خاصة أثناء الحمل والولادة، داعيات لحل نواقص المؤسسة الصحية. وأكد المدير التنفيذي لإدارة ضاحية دربوشيت السيد ياسين محمد ياسين الاستعداد للإسهام حسب الإمكانات لحل نواقص الخدمات الصحية والخدمات الأخرى. وتعتبر ضاحية دربوشيت إحدى ضواحي مديرية دهلك الخمسة، ويعطونها 5000 نسمة يزاولون الأنشطة البحرية والتجارة المستقرة. تلقى 46 شابا من مديرية فورتو ساوا تدريبا مهنيا. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية أن الهدف من الدورة التدريبية هو لبناء قدرات الشباب والارتقاء بوعيهم. كما أشار إلى النتائج الجيدة التي حققتها الدورات التدريبية المماثلة السابقة والمتمثلة في سبل استقلال موارد المنطقة. مشاهدونا، فاصل ثم الآن على الصعيد العالمي. أعلن الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني ولأول مرة وقفا غير مشروط لإطلاق النار مع متمردي حركة طالبان، لكنه قال إن محاربة الجماعات المسلحة الأخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية ستستمر. وجاء القرار بعد صدور فتوى بتحريم الهجمات الانتحارية. وأن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم انتحاري عند مدخل سرداق شهد اجتماع لرجال الدين الأفغان الذين أصدروا الفتوى في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل 14 شخصا. وكان عبد الغني حث على وقف إطلاق النار مع طالبان أكثر من مرة، لكن هذه هي المرة الأولى منذ انتخابه عام 2014 التي يعلن فيها وقفا غير مشروط لإطلاق النار. وعرض عبد الغني في فبراير الاعتراف بطالبان كجماعة سياسية شرعية في إطار عملية سياسية قال إنها ربما تؤدي لمحادثات تنهي الحرب المستمرة منذ ما يجوز على 16 عاما. ولم يصدروا أي رد فعل حتى الآن من طالبان. هذا وقالت القوات الأمريكية في أفغانستان إنها ستحترم وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينظر في دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى البيت الأبيض إذا سارت الأمور في قمتها في سنغافورة بشكل جيد. وجاء تعليق ترامب بعد لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي لمناقشة القمة القادمة مع الزعيم الكوري في 12 من يونيو. وقال ترامب إنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الكورية على الرغم من إشارته إلى أن ذلك يمثل الجزء السهل من المفاوضات.
وتسعى الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميون إلى رؤية كوريا الشمالية تتخلى عن أسلحتها النووية، بيد أن ترامب أقر أن تحقيق هذا الهدف سيستغرق وقتا أطول من قمة واحدة. أقام مربون ونشطاء مدافعون عن البيئة جنازة رمزية للنحل في باريس احتجاجا على استخدام المبيدات الحشرية التي يقولون إنها تقتل هذه الحشرة الضرورية للنظام البيئي. ورغد بعض المحتجين الذين ارتدوا أقنعة وملابس مربية النحل بحراك في توابيت، بينما وقف آخرون وقد أحنوا رؤوسهم احتراما وعزفت موسيقى البوق خلال المراسم التي أقيمت في حديقة قرب متحف ليزانفيلد بالعاصمة الفرنسية. ويقول نشطاء مدافعون عن البيئة إن استخدام مجموعة المبيدات الحشرية التي تعتمد في تركيبها الكيميائي على النيكوتين دمر مستعمرات النحل في غرب أوروبا. ودعا مربو النحل في فرنسا الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية مصدر رزقهم. مشاهدينا فاصل آخر ثم الوقفة الرياضية. بينما يستعد مشجعو كرة القدم حول العالم للذهاب إلى روسيا لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم، فإن كل منهم يخوض تجربة مختلفة. المشجع الألماني هوبولت ويرس يختار الذهاب للبطولة العالمية من ألمانيا على متن جرار زراعي من طراز لانز بولدوغ يعود تاريخ تصنيعه إلى ستينات القرن الماضي وبسرعة 20 كيلومترا فقط في الساعة. وقال ويرس الذي اصطحب معه في الرحلة كلبه هيكس إن الممتع في الرحلة هو التواصل مع الناس والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية للريف في وسط أوروبا، وهو أمر لن توفره له رحلة الطيران. كما قال أنه يخطط للوصول إلى موسكو قبل أول مباراة لألمانيا في البطولة ضد المكسيك في 17 من يوليو الجاري. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.